تخيل معايا كده إنك بتاخد جولة في متحف، تتفرج على الآثار والتحف الفنية، وفجأة حد يديلك عطر ويقولك شم العطر ده، دي ريحة إنسان بعد ما مات. دي مش قصة فيلم رعب، ده حصل بجد، وفي ناس شموه وطلبوه يشموه تاني. النهاردة هحكي لك قصة عطر غريبة شوية وتكاد تكون مرعبة. عطر ثانوس. في عالم العطور احنا متعودين على الورد والفانيليا والعود، لكن في مشروع غريب جدا اسمه ثانتوس، نسبة لإله الموت في الأساطير الإغريقية. المشروع ده ما كانش مجرد عطر، ده كان تجربة مرعبة بتجمع بين الفن والعلم الجنائي. الفكرة بدأت من تعاون بين 3 أشخاص: الفنان إيريك فونج، العطار يوان ماكويل، وعالمة الأنثروبولوجيا الجنائية أنا ويليامز. والأخيرة تحديدا كانت بتشتغل على حاجة مرعبة جدا: تحليل لريحة جسم الإنسان بعد الوفاة. إيريك فونج نفسه ما كانش مجرد فنان، ده كان دكتور، وقال إن الفكرة جت لأنه لاحظ إن الناس بتخاف من الموت لأن هي مش عارفاه، فحب يقربهم منه بطريقة محدش توقعها قبل كده. يعني كان عايز يقول لو خايف تروح للموت ما تخافش، أنا هجيبهولك لحد عندك. الدكتورة أنا درست أكتر من 400 مركب كيميائي بيطلعوا من الجسم أثناء التحلل. العلماء قسموا عملية التحلل ل5 مراحل، ولكل مرحلة ريحة مختلفة تماما. في المرحلة الأولى الجسم بيبدأ يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الأمونيا، ريحة حادة وخفيفة. لكن في المراحل الأعمق بتظهر مركبات اسمها البيوتريسين والكادافيرين اسمها الحرف جاي من كلمة جثة. المركبات دي الكلاب البوليسية بتتدرب عليها إن هي تشمها من تحت الأرض ومن تحت المية ومن خلف الجدران. والصدمة الحقيقية إن بعض المركبات دي موجودة أصلا في العطور اللي احنا بنستخدمها، زي مادة الإندول اللي بتدي ريحة جميلة في الياسمين والأوركيد، بس لو زادت نسبتها تتحول لريحة صعب تتحملها. وعلى الأساس ده صمموا عطر ثانتوس، مش مجرد ريحة لكن رحلة. أول ما تشمه تحس إنك في مكان مفتوح، هوا نضيف، طبيعة خضرة، لكن تدريجيا الدنيا بتتغير. ريحة الأرض تزيد، الرطوبة تعلى، والهوا يتقل شوية شوية لحد ما توصل لإحساس إن في حاجة غلط. الريحة مش بس وحشة، لأ، هي مألوفة بشكل مرعب، كأنك شميتها قبل كده بس عمرك ما حبيت تعترف. كأنك واقف قدام جسد في بداية تحلله. وفي بعض الحالات الباحثين قدروا يحددوا وقت الوفاة بدقة بالساعات بس من الريحة. بس الموضوع ما وقفش عند العطر بس، ده اتعرض كتجربة كاملة في متاحف في إنجلترا، وكانت الزوار بيشموا العطر من خلال مجسم متصمم على شكل طاولة تشريح، ومعاها فيلم قصير بيحكي قصة العثور على جثة في غابة وصور حقيقية من مسارح الجرائم. لما سألوا الزوار إيه اللي حسيتوا بيه، ناس قالوا حسيت بحزن غريب مش حزني. لما سألوا الزوار إيه اللي حسيتوا بيه، ناس قالوا حسيت بحزن غريب مش حزني أنا. وناس تانية قالت فكرتني إن الموت مش وحش، هو بس جزء من الطبيعة. رغم كل الرعب ده، الهدف ما كانش صدمة الناس وخلاص. العلماء كانوا بيستخدموا البحث ده في تحديد وقت الوفاة بدقة أكبر، وفي تدريب كلاب الإنقاذ على العثور على الجثث في أصعب الظروف. يعني العطر ده في النهاية بيساعد في حل الجرائم. والأغرب إن ثانتوس مش المشروع الوحيد من نوعه. في الدنمارك علماء قدروا يعيدوا ريحة تحنيط نبيلة مصرية قديمة اسمها سينيتيني، عاشت من أكتر من 3000 سنة، واستخرجوا التركيبة الكيميائية الكاملة، واشتغلوا مع عطار علشان يعيدوا تكوين الريحة من الصفر. وبقى الزوار مش بس بيتفرجوا على التاريخ لكن بيشموه. وفي هولندا مشروع خلى الناس يعيشوا لحظات وفاة شخصية مشهورة عن طريق الريحة والصوت، بس من غير لا صور ولا فيديو. والسؤال اللي طرحه المشروع:
احنا شفنا الأحداث وسمعناها، بس هي كانت ريحتها ايه؟ في الفلسفة بيقولوا إن الخوف من الموت هو أصل كل الخوف، لكن سانتوس بيقول حاجة تانية، إن لما تعرف ولما تقرب ولما حتى تشم، الخوف مش بيختفي، لكنه بيتحول لفهم. ويمكن ده أخطر شيء في المشروع ده كله، إن الموت لما تشمه بجد بيبقى رعبه أقل من كونه مجرد فكرة في دماغك. تفتكر انت بقى لو اتحط قدامك العطر ده هتجرؤ تشمه، ولا ممكن تكون شميته قبل كده من غير ما تاخد بالك؟